الآن مع جولتنا الأدبية الشعرية، ومع يبدأ بها أخونا فضيلة الدكتور عايض. تفضل أبا عبد الله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة. لا بد للشعر من مجال، وهذه أمسيات يختلط فيها كلام مالك والشافعي وحسان وشعراء الدعوة، وخاصة معنا حسان العصر. الله المستعان. فعموما أنا لي قصيدة بعنوان بردة التوحيد، وهي مجاراة لكن مخالفة للبوصيري. أنا أعرف أن البوصيري أجاد وسبك وأحسن في قصيدته من حيث النظم، لكنه غلا في بعض الأبيات، فأنا صحيح. بينت هذا الغلو وبينت في قصيدة التوحيد وأرسلتها. الحقيقة أشار علي الشيخ سليمان بن صالح الخراشي بعد ما قدم لي بعض الأبيات الذين عارضوا البوصيري، وقال لعلك، فعرضتها في جلسة ولله الحمد. ما شاء الله. فقلت على البحر والروي، لأن البوصيري غلا يقول: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بشر، إنما يلوذ الإنسان بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فقلت: الحمد لله قبل النطق بالكلم، حمدا يقوم مقام الشكر للنعم. يا مالك الملك ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الكرب والنقم. أدعوك وحدك يا من لا شريك له، دعاء معترف بالذنب والندم. يا كاشف الضر يا ذا الطول يا ملكا، كل الملوك له بالخوف كالخدم. يا جابر العثرات تجبر مصيبتنا، تبارك الله من وال ومن حكم. يا واحدا صمدا يا ماجدا أبدا، يا حافظا رازقا للخلق كلهم. أدعوك دعوة مضطر ومجتهد، أنفي لمجدك يا رحمن في الرغم. دعاء معترف بالذنب منكسر بالفقر، منتظر الفضل من قدم. برئت من مشرك غاو وذي شبه، وكل مبتدع في الدين متهم. الطائفين بقبر العيدروس كما طافت قريش قبيل الوحي بالصنم، والعاكفين على جيلان غرهم إبليس حتى أتوا بالظلم والظلم. وأحمد البدوي لاذوا بحجرته يدعونه وهو رهن القبر في صمم. الذابحين نذورا من جهالتهم، نذر الدماء من الأبقار والغنم. تبا لهم جهلوا التوحيد فارتكسوا عند المقابر من باك ومستلم. ويمسحون ضريحا من غباوتهم يرجون منه مزيد الرزق والقسم. يقربون له القربان ويحهم يا ظلة الراي بل يا زلة القدم. ويزعمون ضلالا من خرافتهم بأن سيدهم يشفي من السقم. كم من فقير ينادي سيدي مددا، كم من فقير ينادي سيدي مددا، يعود بالفقر والإفلاس والعدم. سموه غوثا وقطبا يشتكون له شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. كم كاهن فاجر جاءوه من فزع ليكشف الضر عن طفل وعن هرم. فزادهم وجهه غما بغمهم، وزادهم قوله حزنا لحزنهم. عادوا بصفقة غبن بعدما خسروا دينا ومالا، فيا سحقا لسعيهم. يا ربي فاهد حيار المسلمين وهب رشدا لهم، واكفهم من فتنة الأمم. أنر بصائرهم طهر سرائرهم، اغفر جرائرهم بالستر والكرم. ميمية لو فتى بوصير أبصرها لعوذوه برب الحل والحرم. الله ينصرنا على كل مبتدع وكل مشرك. فيها ضياء من التوحيد متقد. للشيخ الدكتور عبد الرحمن غارة من جودة القصيدة. فيها ضياء من التوحيد متقد، يمده زيت علم اللوح والقلم. هي أحسن القصائد أن تسأل القافية. نعم. من سنة المصطفى حيكت مطارفها. أنا أضحك منك. لو درع على البصير يظنون نحن أننا تحمسنا لفكرة خاصة بنا. والله يا أخوان لا نتحمس إلا للتوحيد، الله أكبر. وليس لعالم من العلماء، وإنما الكتاب والسنة. وإني أتشرف أكون خادم للتوحيد،
ولسنا نتميز عن الناس إلا بالكتاب والسنة. والله قصيدة جميلة يا أبو عبد الله، بس أنا لفت نظري من أنك سنة يعني المصطفى أيوه. حيكة مطارف وأنا أختم يا شيخ. نعم. ما مسها الرجس من عرب ومن عجم، فريدة وفتى بالقرن ذبجها أزدية من أويس المجد والشمم. وأنا سامحون لأن بيني وبين الدكتور بعض الملاطفات وبعض المزوح. لا أنا فإذا أجى وقت هذا لأننا بارك الله فيك، تعرف بارك الشعراء. الله. نعم جزاك الله خير. لا أنا يعني لمست أنك يعني أعطيتها بعد آخر، لكن هي تستحق الحقيقة من حيث أنها يعني تحمل هذا العقيدة السليمة الصحيحة التي نحن بأمس الحاجة إليها الحقيقة. ولا يضير أن نقول إن البوصيري شاعر كبير وقصيدة من قصائد العظام، لكن أيضا لا يضير أن نقول أنه قد وقع فيها في الخطأ والغلو الذي ذكرته. وهو بشر. نعم.